السلام عليكم هيثم عبيدة. ممكن تعرفنا أكثر على نفسك؟ شحال عندك من عام؟ الفريق اللي كتلعب فيه باش الجمهور يتقرب منك أكثر. السلام، سميتي هيثم عبيدة، عندي 16 عام ودابا كنلعب مع فرقة مالاغا. التجربة ديالك الاحترافية كنعرفوك بأنك تكونتي في المدرسة ديال البارسا، وحدثنا على التكوين ديالك في البارسا وكيفاش كان الانتقال ديالك لفريق مالاغا. أنا بديت في البارسا ملي كانت عندي 9 سنين ودوزت فيها 7 سنين. و- ديك الوقت كامل داز مزيان وتعلمت بزاف د الحوايج، حيت المدرسة د البارسا هي من أحسن مدرسة الكرة في العالم. ودابا باش غيرت المالاغا مي وصلت مي كان عندي 15 عام، هدرت مع العائلة وشوفنا لي حسن ليا باش نزيد نتحسن في الكرة وباش نكون ان شاء الله لاعب الكرة هي نغير الفرقة. وصافي شفت الفرق اللي كان عندي بوسيبيليتي باش نمشي نلعب معهم، وعزلت المراغة. ودابا في مراغة كلشي مزيان الحمد لله. تهضر لينا على أول تجربة ديالك مع المنتخب وفوقاش عيطولك. لا، باش عيطت ليا المنتخب عيطوا ليا في 2015 ملي كانت عندي 13 عام مع اوديسيت. المهم ديك التجربة دازت مزيان، ومع كنت باقي صغير كنت داشان شوية، ولكن كلشي داز مزيان الحمد لله. هيثم بغيناك تقرب للجمهور كتر من التصفيات ديال كأس أفريقيا ديال U17 اللي كانت في تونس، والفوز على الجزائر اللي كان ب5-2، والفوز أيضا على تونس وليبيا. يعني تقرب للجمهور من هاد الإقصائيات كيفاش دازت الأجواء ديالها. مي مشينا لتونس ديك 23 لاعبة اللي عيطوا لينا، فرحنا بزاف حيتاش عارفين ندافعوا على الفريق الوطني في الإقصائية ديال الكاس الأفريقي. وقبل الماتش الأول كان عندنا بحال شوية د الخوف، حيت عارفين كان خصنا نربحو باش إن شاء الله نتأهلوا للكوب دافريك. وديك الخوف عاوننا باش نخرج نكونسونطراو باش نديرو ماتش مزيان. انا كنت مقصح من شوبي، ولكن في الاخر الحمد لله قدرت نلعب ونعاون الفرقه باش نربحوا ديك الماتش. المهم في الماتش الثاني كان ماتش قاصح ضد ليبيا، ماتش ماشي سهل، وربحنا 1-0. والماتش الثالث الماتش مهم فيهم، كنا عارفين الا كنا خسرنا ديك الخدمه كامله اللي درنا في الجوج ماتشات الاولى ما كنا نسيبوها. المهم خرجنا متواضعين وثاقين في نفسنا، وديك الخوف اللي كيعاون باش نربحو. المهم في الاخر ربحنا 1-0، والحمد لله تأهلنا لتنزانيا لكأس افريقيا. كنعرفو بلي دابا نتوما ميمكنش تجيو إلا إذا كانت اون دات فيفا. واش هادشي ما كيأثرش على الانسجام ديالكم داخل المجموعة في الU17؟ يعني كيكونوا المحليين عارفين بعضياتهم أكثر منكم. احنا ملي كنهبطو المغرب كنستجمو دغيا، حيت الدراري تماك ظريفين وكيساعدونا باش نستجمو مع الفرقة. وهي حنايا ملي كنهبطو المغرب عاطين البلاد ديالنا، هابطين للدار ديالنا، و ما كاينش مشكل. انت ممكن تقرب الجمهور، تقربوا من الأجواء ديال الاستعداد ديال كأس أفريقيا اللي تكون في تنزانيا 2019. دابا كل لاعب عارف مي يكون مع الفرقة ديالو في الكلوب ديالو، خاصو يخدم مزيان باش يكون عنده مستوى عالي، باش ما يعيطلو الفريق الوطني يكون عنده يعطي الامكانيات ديالو كاملين باش يعاون الفرقة. دابا عندنا ان شاء الله نهار 18 في هاد الشهر واحد تورنوا في مراكش، وخصنا نخدمو مزيان ان شاء الله باش نوجدو ديك كاس افريقي. هاد كأس أفريقيا اللي تكون في تنزانيا تكون مؤهلة لكأس العالم بالبيرو في نفس السنة. يعني يكفي أنكم توصلوا للدومي فينال باش توصلوا لكأس العالم. واش هذا كيعني أننا حنايا كفريق مغربي نمشيو نشاركو، والطموح ديالنا هو نوصلوا للدومي فينال باش نمشيو لكأس العالم، ولا الهدف ديالنا يكون كبر
هو الفوز باللقب. دابا الهدف ديالنا ديال الفريق الوطني وديسات هو ن- نوصلو نوصلو بعيد في هاد الكوب دافريك، وعليها جالسين دابا كنخدمو. والهدف ديالنا هو ان شاء الله نمشيو المونديال، وإلا قدرنا في كاس افريقيا نوصلو كتار ان شاء الله، علاش لا نخدمو باش نوصلو. كنشكرك هيثم على قبول دعوة الحوار. وكلمة أخيرة كنخليها لك، المتتبعي إيكيب ناسيونال دو ماروك، شنو الكلمة الأخيرة للجمهور؟ شكرا لكم على هذا الحوار، ونتمنى نديرو بون كوب دافريك. شكرا لك انت خويا. اللي نقدر نقول للمتابعين ديال ليكيب دو ماروك، هي حنا ان شاء الله نديرو، نعطيو امكانيات ديالنا كاملين في هذا الكاس الافريقي باش ان شاء الله نوصلوا بعيد، ونقدروا نديرو شي حاجه حتى ان شاء الله في المونديال.